إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يا بيه احنا وصلنا دلوقتي انه بيطلعوا لنا ناس في مجلس الشعب يقول لك حد الحرابه. اقف، ايه حد الحرابه؟ رجعنا فجاه كاننا بقينا في قريش. هو احنا في قريش دلوقتي؟ هو احنا دلوقتي هنقعد تحت مظله في مكان في الصحراء او في خيمه فيها 3-4 تنفار حواليهم كام جمل وكام معزه وامراه او عشرات النساء من السبايا، وبعدين هنقعد بقى نتناقش ونقرر وتقول لي حد الحرابه وتقطيع الايادي من امام ومن خلف ومش عارف ايه؟ في ايه يا جماعه؟ في ايه؟ في وطن غرقان محتاج لعلاج سياسي واقتصادي واجتماعي، الشعب بيئن تحت وطأة الجوع والتعليم وولاده. يا استاذ الفاضل، الطبقه الوسطى اللي حضرتك انا منها بتئن وبتعاني، وانا شخصيا بعاني عشان مصاريف الجامعه بتاعت ولادي. ما تجيش تقول لي ايه حد الحرابه، وما تجيش تقول لي منع المراه لان صوتها عوره. مالكم مشغولين قوي بالستات كده؟ مالكم مشغولين قوي بمنهج قريش؟ انا ما اعرفش قريش دي خالص، ولا عايز اعرفها، ولا تخصني، ولا الخيمه اللي في الصحراء ديت اللي فيها قاعد واحد بيفتي، ولا الرز البسمتي. ايه الرز البسمتي ده؟ الرز البسمتي اللي هو بتاع قريش برضه. رز بسمتي. بقول لك الفته دي بره، احنا بره الفته، ومش هنسمح للفته تركب فوق دماغنا ويدلقوها على. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. لما يطلع لنا واحد في الإعلام، وأنا لا أدري لماذا قدموه، اسمحوا لي، يعني خرجت بعيد عن الفتاوى قليلا، ولكن لأن هناك في القلب غصة، نسأل الله العفو والمعافاة. هذا المحامي الذي أتى به، وأنا أشهد الله وأعلنها من هذا المنبر أنه كافر، كافر بملء الفيه. لما؟ عندما أستضيف أحد برامج التوك شو يقول لي بقى بالحرف، عندي الصوت والصورة عندي موجود، صلى الله عليه والمعافاة، يقول لك أنا مش عايز حد الحرابة، أنتوا عايزين ترجعونا لأيام قريش، أيام الخيمة والمعزة والجمل والحمار. حد الحرابة بتاع قريش ده أنا مش عايزه. حد الحرابة يا جاهل ليس من عند قريش، عشان كده أنا حكمت عليك بالكفر. حد الحرابة هذا من الله، قرآن يتلى ليل نهار. الله يقول في آية قرآنية موجودة أمثالك لا يعرفه، أمثالك لا يعرف القرآن ولا سنة النبي. الله يقول في القرآن إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. لو قلت له سورة المائدة والله ما يعرف. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. من الذي قال هذا؟ قريش. إن الذي قال ذلك هو الله. الله. فإذا كنتش تعرف يا جاهل فالمصيبة أعظم. المصيبة أعظم إنك مسلم اسما ولا تعرف دينك. نسأل الله العفو والمعافاة. هذا هو الإعلام يحارب الإسلام في بلدنا ليل نهار، ولكن أقولها بملء الفيه: الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.